اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ ازيكم يا أحلى اخوات وأحلى صحاب في الكون. بتمنى يا رب ان انتوا تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال وراحة بال. قولوا آمين، اللهم آمين يا رب. صباح الخير كده يا حبايبي. النهاردة كده الروتين بتاعنا روتين صباحي. نعمل أحلى فطار النهاردة كده خليكم بقى معايا النهاردة فيديو خفيف، أتمنى أن أكون ضيفة خفيفة عليكم يا رب. يلا حبايبي بقى حطوا لي اللايك بتاعكم الجميل وشاهدوا الفيديو لحد آخره فضلا منكم وليس أمرا، واكتبوا لي كده كومنت حلو شجعوني. أنا بحب أشوف كلامكم الجميل كده وشجعوني كده بلايكاتكم الحلوة. ولو حضرتك أول مرة تشوفيني بتمنى إنك تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على علامة الكل عشان كل ما انزل حاجة جديدة يجيلكم مني إشعار. وشرف ليا متابعتكم ليا أحلى اخوات في الكون، بحبكم في الله. يلا يا حبايبي بقى انزلي كده سيبولي كومنت وصلي فيه صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. وكملي الفيديو لحد آخره واكتبولي كومنت حلو. أول حاجة كده أنا طبعا دخلت المطبخ هنعمل بقى فطار. عايزة اقول لكم بقى احنا النهارده هنعمل فطار بقى كده ايه شعبي. يعني بتنجان مقلي، وجبت عجينة كده من المطعم وجبت فول. وطبعا قطعت البتنجانية كده عشان خاطر هقليها. وانا معلقة طبعا على الزيت هنا، علقت على الطاسة كانت عليها البطاطس. هنحمر كده طبق بطاطس كده حلو جنب الأكلة بتاعتنا النهاردة، ونظبط كده طبق فول كده بالطماطم والفلفل معانا. هنا بقى نقل البتنجان زي ما انتم شايفين كده، انا معلقه على الطاستين زي ما انا قلت لكم عشان خاطر ايه يكون الاكل سخن، يعني ما اقليش كده مثلا البطاطس واطلعها تبرد. لا، اسعف على الطاستين على طول كده لان الطعميه ما بتتاكلش لو هي سخنه، وبرده البطاطس بتبقى حلوه وهي سخنه، مبحبهاش وهي بارده خالص. هنا بقى نجهز طماطميتين كده وقرن فلفل. ده فلفل رومي زي ما انتم شايفين كده، نقطعهم عشان نعمل احلى حبة فول بقى. طبق فول بقوطة كده حلو، أو ممكن تضرب القوطة في قلب يعني الخلاط، بس انا بحبها كده ايه متقطعة مكعبات. يلا يا حبايبي كده اللي وصل معايا لحد هنا يحط لي اللايك ويشجعني كده، وفضلا منكم شيروا الفيديو لكل اللي بتحبوهم عشان خاطر قناتي تتشاف، وان شاء الله قناتي تكبر بيكم. عايزة عيلة ام ملك تكبر بيكم اكتر واكتر. وفضلا كده يعني تسمعوا كده الإعلانات عشان خاطر القناة ينزل عليها أرباح، وإن شاء الله ربنا يكرمني منها وربنا يرزقني ويرزقكم ويرزق الجميع، اللهم آمين يا رب. هنا علقت بقى على الحلة الصغننة دي أو الكزرونة زي ما انتوا بتقولوا عليها. ورحت بقى ايه نزلت بيه حبة زيت، ونزلت بيه الطماطم اللي احنا مقطعينها والفلفل معانا عشان خاطر ايه يتبلوا كده مع الزيت، ونحط عليهم حبة دقة. الدقة اللي ايه مشكلة كل حاجة. هنا بقى كان البطاطس كانت خلاص اتحمرت، وفي نفس الوقت البتنجان كان فاضل له يعني سيكة كده زي ما انتم شايفين كده. ايدينا ايه ايديا في التلات عيون اللي شغالة على طول كده. هنحط بقى الدقة الجميلة دي على البطاطس. النهاردة الدقة تتحط في كل حاجة. نحط بقى على البطاطس بتاعتنا تبقى احلى بطاطس معانا. طبعا الفطار ده بقى الفطار المصري الاصيل. اه البتنجان ده بقى كده انا طبعا مش هحط عليه توم، انا برضه هرش عليه دقة. بحبه اكتر بالدقة وليمونة كده وخل، لان انا بتعب من التوم اصلا يعني مش هينفع احط عليه توم بقى عشان انا هاكل بقى منه. هنا بقى الفول بتاعنا نزلت بكيس الفول بتاعنا اللي انا جايباه زي ما انتم شايفين كده، ونبدأ اللي احنا ايه نهرسه مع الطماطم والحاجة والفلفل يعني. لقيته تقيل شوية قلت ازوده سنة مية زي ما انتم شايفين كده. وهنسيبه بقى، وحطيت برضو سنة دقة وسنة شطة وسنة كمون برضو. لازم ناكل احلى طبق فول كده. يلا يا حبايبي كده اللي وصل معايا لحد هنا يوحد الله ويكتب لي كده كومنت حلو. هنا جبت بقى عودين بقدونس وهنقطعهم على الفول بتاعنا. تاكلي احلى طبق فول بالطريقة دي، سهل وبسيط كده. والله يا جماعة الاكل ده بيبقى بصوا اكل بيبقى كده ايه اكلة جميلة يعني ومشبع كده. تاكلي منها لما تشبعي بقى. هنا بقى فاضل اخر حاجة العجينة. نفضي كده الكيس، وطبعا هنضيف عليها بقى بيضة عشان خاطر تبقى هشة معانا وتبقى حلوة. هنكسر عليها بيضة كده
وبنزل عليها ب ربع معلقة صغيرة كربوناتو، وبننزل عليها بسنة ملح وسنة شطة وسنة كزبرة، ونقلب بقى العجينة بتاعتنا كويس عشان ندخل فيها هوا، وبعدين نروح بقى ايه نقليها. يلا يا حبايبي صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحطوا لي اللايك بقى لو لسه ما حطيتليش اللايك، يلا حطوا اللايك بتاعكم الجميل كده، وخدوا كده جولة عندي ان شاء الله قناتي تعجبكم، تعرفوا على المحتوى اللي انا بقدمه، ويا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم يا رب. واحنا هنا بقى بنقلي بقى الطعمية زي ما انتم ما شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، والله حاجة كده جميلة. اهم حاجة تبلي ايديكي بس كده من يعني المية، زي الراجل لما بيجي يقلي الطعمية كده، خبرة برضه يا جماعة. اه زي ما انتم ما شايفين كده. تنفعي يا ام ملك والله، افتحي بقى مطعم. يلا نفتح مطعم. يلا اكتبوا لي بقى في التعليقات، ننفع ولا لا؟ ينفع ان احنا نفتح مطعم ولا ايه؟ ادي الطعمية بقى بتاعتنا، وانا بحبها تكون نص سوا ما تكونش ناشفة. انا ايه الجمال والحلاوة دي والنبي عسل. حبة طعمية كده شكلهم يتاكلوا في قلب الطاسة كده. بسم الله ما شاء الله. هنا بقى كده البتنجان بتاعنا حطيت عليه بقى ايه معلقة صغيرة دقة، وضفت عليها بقى ليمونة، وهنحط عليها حبة خل. طبعا المفروض ان انا بحط عليها توم، اعمل لها تومة وكده وهرسة شطة والكلام ده، بس طبعا انا مش هحط فيها توم عشان غلط عليا التوم، وانا طبعا هاكل منه بقى، فلازم بقى ايه ناكل الاكل اللي ايه ما يتعبنيش. هي كده برضو بتبقى حلوة. في ناس بتحط عليها بقى هرسة شطة والكلام ده، بس انا برضو ملناش في الشطة قوي. هنا بقى الفول بتاعنا كان خلاص كده جهز معانا. بسم الله ما شاء الله، احلى فطار معانا النهارده. وهنجيب بقى العيش، وانا هنا بقول لكم حطوا لي اللايك، حطيتوا اللايك ولا لسه؟ اتفضلوا بقى معانا يا حبايبي، احلى فطار معانا، اكله كده حرشه ومرشه. اهو زي ما انتم ما شايفين كده، قمرنا بقى العيش بتاعنا. بسم الله ما شاء الله. احنا هنروح بقى نفطر، وبعدين هنرجع نكمل بقى الفيديو بتاعنا. هنا بقى نعمل ايه، فطرنا والحمد لله بألف هنا يا رب. واحنا هنا بقى كده ايه نعمل كوبايتين شاي كده عشان ايه نحبس بيهم، ونروق كده الدماغ شوية عشان نشوف باقي يومنا هنعمل فيه ايه. انا بصراحة اليوم ده انا يعني عملت في المطبخ، يعني روقت بقى المواعين بعد ما احنا فطرنا. وكنت اصلا يعني ايه مش هعمل بقى اكل، قلت اعمل اكل خفيف بقى كده على يعني بالليل. زي ما انتم ما شايفين كده، نروح بقى نشرب كوبايتين الشاي دول، ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه. اتفضلوا معانا بقى يا حبايبي. يلا شربنا الشاي، يلا نخش على بقى المواعين بتاعتنا عشان ما تتكومش علينا. احنا هنا كده هنرص حبة المواعين، نفضي الصفاية، وبعدين نبدأ نغسل بقى المواعين بتاعتنا دي مواعين بس الفطار يا جماعة، ما كانش في مواعين في المطبخ خالص، الا كانت طاسة كده كنا عاملين فيها بيض بالليل قبلها بيوم. يعني دي كلها مواعين كده مواعين الفطار. طبعا زي انا بقول لكم، لو انا قادرة بغسل المواعين بالليل، مش قادرة بقى خلاص. احنا هنا كده المواعين مش كتير خالص زي ما انتم ما شايفين كده، بس طبعا اهم حاجة لازم ان احنا نغسل المواعين اول باول، ما نكومش علينا، عشان المواعين بتتكسر في قلب الحوض. جبت كيس كده هحط في قلب الزبالة زي ما انتم ما شايفين. وهنغسل بقى الطبقين كده، ونغسل وش كمان البوتاجاز عشان يبقى المطبخ بتاعنا رايق لحد ما نشوف هنعمل اكل ايه. انا طبعا كنت محتارة مش عارفة اعمل اكل ايه في اليوم ده خالص. المهم ان احنا بقى ايه كده الفطار بتاعنا ده، احنا طبعا الفطار كان متأخر، ما كانش بدري ولا حاجة، يعني كانت الساعة يجيلها 1:30 2 كده، ما كانش بدري يعني. وهنتعشى بقى بالليل، عملنا بقى ايه اكل خفيف بقى، بيض وجبنة، خيار، بطاطس برضو بس رحت سلقتها بقى كده يعني. عملنا اكل خفيف كده، بس بصراحة ما صورتوش معاكم. يلا احنا بقى كده هنغسل بقى المواعين، وهنغسل البوتاجاز بتاعنا، وهنغسل الحوض عشان يبقى الدنيا رايقة معانا. انا قلت اعمل لكم روتين صباحي كده، اللي احنا اول ما نقوم من النوم نتشجع ونشوف هنعمل ايه. يلا شجعوني بقى كده، واتمنى يا رب لو قدرت
يعني قدرت أشجّعكم وخدتوا منّي طاقة كده، شجّعوني أنتم كمان باللايك و وطبعًا أنا باشكركم كلّكم، باشكر أي حد بيحط لي لايك وأي حد بيكتب لي كومنت حلو، وأي حد كمان دخل واشترك في القناة، باقول لكم أنتم نورتوني وشرفتوني، ووجودكم معايا دوّة شرف ليّا ونعمة كبيرة، ربنا يا رب يخليكم ليّا وما يحرمنيش منكم أبدًا. محتاجة لايكاتكم، يعني الفيديو اللي فات اللي هو قبل ده أنا زعلانة أوي، يعني جايب مش عارفة حاجة و80 مشاهدة، مش عارفة 89 مشاهدة متهيأ لي، وجايب 5 لايكات بس، ليه كده؟ يعني ليه بتبخلوا عليَّ باللايك؟ حطوا لي اللايك، اللايك ولا بفلوس ولا يعني بيكهرب، يعني حطوا لي لايك كده، شجعوني كده يا حبايبي، بجد أنا باتعب ومحتاجة تشجيعكم جدًا، أنا باحب تشجيعكم وباحب رأيكم جدًا، يعني حطوا لي اللايك، اللايك يعني بضغطة يعني كلها بإيدِك كده، حطي إيدِك على اللايك كده وأنتِ بتسمعي الفيديو بتاعي، واكتبي لي كومنت حلو، أتمنى يا رب كده تشجعوني كده دايمًا. إحنا هنا بقى كده خلصنا المواعين، هنروح بقى على البوتاجاز بتاعنا. البوتاجاز بتاعنا زي ما انتم شايفين اهو مكانش وسخ برضو، بس أنا طبعا قلت اغسله عشان يبقى نضيف، وكمان عشان يبقى المطبخ بتاعنا ايه رايق، ما يكونش فيه اي حاجة زي ما انتم ما شايفين كده. النهارده الروتين بتاعنا سهل وخفيف، بسيط كده على طول. وانت واقفة كده اذكري الله بقى كتير، بتغسلي الحاجة كده تذكري الله كتير كده، واستغفري ربنا كتير. الاستغفار بيغير الأقدار يا جماعة، و اذكروا ربنا كده، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، طول ما انت واقفة في قلب المطبخ كده. وصلي على الرسول كتير، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. احنا كده وصلنا لاخر بقى الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب ان اكون ضيفه خفيفه عليكم يا رب، وما تنسونيش يا جماعه في اللايك والشير، ولو انت لسه اول مره تشوفيني اتمنى بانك تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس، وان شاء الله قناتي تكبر بيكم احلى اخوات في الكون، وان شاء الله كده نكبر مع بعض، عيله ام ملك تكبر كده اكتر واكتر. وان شاء الله انتظروني بكره في فيديو جديد ووصفه جديده وروتين جديد من قناتي، قناه وصفه في مطبخي مع ملوكه، ومعكم أختكم أم ملك. أتمنى يا رب إنكم تشجعوني كده، وأنا قلت أشارككم النهاردة فيديو صباحي كده، وانتظروني إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.